مساء الخير حبايبي، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير. وصفة اليوم كنافة بالجبن. خلونا نبلش. طاوة على النار راح نحط كوب من السكر ونحط عليهم 3/4 إلى كوب من المي وشريحة ليمونة وهيلايتين ونتركهم يغلون. واستخدمت لهاي الوصفة نوع الكنافة هذا تقدرون تلقوه بالأسواق التركية. واستخدمت السكينة حتى أقطعها بهذا الشكل، تقدرون تقطعوها بمحضرة الطعام قطع أصغر. بعد ما نقطعها راح نفتتها بهذا الشكل حتى تتفرق عن بعضها. بعدها حتى يكون طعمها طازج أكثر راح نضيف عليها نص كوب من الحليب ونص كوب من السمنة الحيوانية، نخلطهم بهذا الشكل. وبعدها ندهن صينية الفرن بالسمنة الحيوانية، وبعدها نبدي بترتيبها بهذا الشكل. نحط أول طبقة من الكنافة وبعدها نحط عليها طبقة من الجبن. أنا هنا استخدمت جبن موزاريلا، تقدرون انتو تستخدمون أي نوع جبن انتو تفضلوه. وفوق الجبن حطيت طبقة ثانية من الكنافة. أهم شي تحطون الجبن بالنص، ما تحطوه على الأطراف حتى ما يحترق الجبن. بعد ما ندهنها بالسمنة الحيوانية راح ندخلها للفرن المحمى مسبقا على حرارة 200. ننتظرها بس تاخذ وجه مقسب، نطلعها من الفرن. وهيجي صارت كنافتنا جاهزة. راح نسقيها بالقطر أو الشيرة اللي حضرناها وهي حارة، نحطها عليها ونحط الكمية اللي انتو تفضلوها. وهنا أنا زينتها بفستق حلبي وبورد محمدي. أتمنى تجربون الوصفة، وإذا عجبتكم تسوولي لايك وشير وسبسكرايب. أشوفكم فيديو جديد ووصفة جديدة. مع السلامة.